الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، يسعد مساكم يا رب، مساء الفل، مساء السعادة على عيونكم. ان شاء الله ربنا ينصر فلسطين واهل غزة يا رب، اللهم امين. عايزه نقول لكم بنحاول كده نفوج عن نفسي، بنحاول كده يعني مش عايزه جو السرير وجو العيا وجو التعب ده، الله المستعان يا رب. تعالوا بقى نوريكم العبايات اللي جبتها لكم ودعواتكم اخوات الاهل فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، اهل غزة يا رب، اللهم. جبت بقى العبايات ديت، عايزه نقول لكم سعرها حلو خالص، تصفيات. يعني هي في البدايه كانت مثلا ايه ب400، تمام. دلوقتي التصفيات الاتنين ب200، فجبتها شحن من مصر. يعني قولوا مثلا الشحن اللي هو 60 جنيه، يعني قطعين الاتنين 460 جنيه بالنسبه لعندنا في اسيوط، من مصر لاسيوط. حابه الالوانات الفواتح بتديكي طاقه ايجابيه. بصي الفواتح عامه احسن من الحاجه الغامقه. في البيت حتى كده تحس كده ان سبحان الله الالوان الفواتح ديت بتخليك ان انت نفسيتك بتبقى مظبوطه. فكمروه بنحب الالوانات الفواتح، فجبت دي. بص هي واسعه بس لسه هنظبط فيها. جبت برضو لون كمان ان شاء الله تعجبكم. بصي يا ستي، انت من مصروف البيت ممكن تخنصري لك كده على جنب حاجه من مصروف بيتك. طبعا مش بنقول لك لا خدي كذا، لا يعني ايه، تدخري حاجه، وفرت حاجة مثلا 20 50 100 كله هينفع معاكي. ممكن تجيبي لك عباية حلوة، ممكن تجيبي حاجات لأولادك، الاهتمام بالنفس بيبقى كويس. جبت الطرحة دي كانت متشالة عندي فطلعتها عشان ما نلبس اللون الأبيض صراحة. والبندانة دي برضو كانت عندي، بس عايزة نقول لكم الألوان اللي هي في العباية هو مش كحلي، هو اللون ده مش كحلي خالص، بس هو طلع في الكاميرا كحلي، تمام. هو زي الموف الغامق كده، اللون اللي هو البنفسجي ده. ايه رأيكم بقى في اللون الخطير ده؟ ايه ده، ايه الجمال ده؟ مش عارفه كمان عاجبني الالوان دي. بصوا هي دي ممكن تمشي خروج، هو زي الدريس، هي يعتبر دريس وعباية، تمام. ممكن تلبسها عند خالتي يعني عشان هي قريبه. ممكن نروح نستوج. يعني بصوا الالوان دي بالنسبه للصيف بتبقى حلوه خالص. انت بقى كأم في البيت الالوان دي بتخليك تنطلقي، بتحسي كده بحاجات ايجابيه في حياتك احسن من الاسمر. هو الاسمر طبعا حلو بس الفواتح برضه احلى. فالحمد لله رب العالمين. انا بس بنطلع من الجو اللي انا فيه. عايزه نقول لكم، مش عايزه اديكم طاقه سلبيه، بس بنطلع والله من جو اخواتنا في غزه وفلسطين، فالواحد بيبقى بغصب عنه يعني، الله المستعان يا رب. فانت بقى في البيت عندك حاولي على قد ما تقدري في حاجات جديده في حياتك، مش لبس بس، لا ممكن تجيبي لك صوب عروس زي كده، ممكن تجيبي لك مثلا بندانه، ممكن تجيبي لك طرحه. غيري من نمط حياتك، ما تبقاش روتين ثابت في حياتك، لا بالعكس. الاول كل حاجه تعمليها لازم جوزك يشاركك فيها، اللي هو ايه، عرفيه انا بنصرف 1 2 3، مصروف البيت كذا، وانا مثلا بنشيل كذا، او بندخر كذا، او بنخنصر كذا، بس لازم برضه عشان ربنا يبارك لك في قرشك. قولوا لي بقى ايه رايكم في اللونين العبايتين دولت. رحت بقى بعد كده السمسار اللي كنت جايله لكم عليه كان جاب لي الشقه اللي لا تستقر او لا اذكر اسمها خالص. جاب لي الشقه دي، كنت هننجل فيها وعجبتني، والمطبخ عايزه نقول لكم واسع، والعماره هاديه جدا. بس اللي هو ايه، اللي هي زي شقتي، ما هينبني الا الشيل والحط. هي دي في 3 دور، التاني في 5 دور، بس ده عايزها سنه. صاحب الشقه دي عايزها سنه، واللي انا قاعداها ديت الست سايبه له العماره، يعني بناخدها 5 سنين. وعايزه نقول لكم سايبه له العماره وسايبه له كل حاجه، وبصوا اللي هو اختها. فلا اللي انا فيها نفسها، فقلت خلاص يبقى انا كده ما عملتش حاجه، خلتني بقى زي ما انا والتوكل على الله وخلاص. وبعدين دي اعلى من اللي انا فيها بتاع 1200، تمام. فهو كده ده السمسار اللي جايب لي الشقه دي. الصاله زي اللي انا فيها بالظبط، ولا فيها مثلا حاجه زايده ولا حاجه ناقصه، هي ممكن بس اللي هو زايد ايه، المطبخ. بس شقتي بصراحه اللي انا قاعده فيها لا لقيتها مريحه. هي دي زي دي بنفس كل حاجه فيها، بس هي المطبخ ده اوسع. بس مريحه في ايه، مريحه في كلام الست. ده تعاملي مع صاحب المكان، وبيقولك سنه بسنه. طب انا مثلا هننجل ونشيل ونحط وانتوا عارفين بقى كل ده بفلوس، فمش هينفع بقى ان انا كل شويه نشيل ونحط سنه والكلام ده. فاستعنت بالله وخلتني زي ما انا وخلاص. انا حبيت برضو نوريكم عشان انتوا اخواتي، حبيت برضو نعرفكم القرار اللي انا خلاص ان انا قعدت في شقتي، وربنا يخليكم لي يا رب. التعليقات بتاعتكم متشكره جدا ليكم.
هو النهارده صراحه ما كنتش هنزل فيديو، بس حبيت برضو ان انا اطمنكم عليا عشان انتوا بتسالوا عليا على طول. حبيت برضو نوريكم العبايات اللي جبتها، نديكم كده الطاقه الايجابيه. حبيت كده ان نصبح ونمسي عليكم، لان انتوا في حياتي دايما، في يومي انتوا اخواتي، ومن يومي اخواتي اللي بنصبح ونمسي عليهم. فوالله لسه راجعه من الكشك دلوقتي، قلت الله المستعان يا رب. وحبيت بقى نوريكم الشقه دي، هل انا قراري صح؟ يعني هي زي ما انتوا شايفين زي الشقه بتاعتي اللي انا قاعده فيها، فهل كده قراري صح؟ وانتوا عارفين ام ميدو صاحبه العماره سايبه لي السطح وسايبه لي العماره كلها، يعني صراحه كفايه معاملتها ليا. فان شاء الله انا قلت هنجدد فيها باذن الله رب العالمين. فقولوا لي برضو هل كده قراري انا صح؟ اعوذ بالله من كلمه انا، ولا نشوف الشقه ديت. فمستنيه برضو تعليقاتكم، يعني انتوا اخواتي وشفتوا الشقه ديت وشفتوا الشقه دي، فهي اللي تفرق بس المطبخ، ودي اعلى 1200، اعلى من اللي انا فيها 1200. تمام. والميه شغاله برضو زي اللي عندي بالظبط، بس اللي عندي ايه يعني المساحه صغيره، دورة الميه والمطبخ صغيرين شويه. وادي المطبخ، يعني انا ممكن نعمل الرخامه دي، طلع في دماغي نعمل الرخامه دي. طبعا استاذن ام ميدو، هي مش هتقول لي حاجه، فعايزه نعملها دي في المطبخ عندي، يعني قلت نجدد الشقه اللي انا فيها ونعمل الرخامه دي، عجباني جدا. فقولوا لي برضو، مستنيه كومنتاتكم، وبرضو ايه عرفوني كده قراري صح ولا ايه رايكم. ان شاء الله استنوني بقى في روتينات كده باذن الله نشجعك فيها، استنوني كده في تجديدات باذن الله. وده كان روتين النهارده، او ده كان فيديو النهارده. هنا بقى كنا خلاص، ده المدخل بتاع العماره، فان شاء الله كده ايه، بس ده المدخل بقى زي اللي انا فيها، اديكم شايفين حتى الصاله نفس الاماكن، نفس كل حاجه فيها. تمام. فكده برضو مدخل ايه، المدخل بتاع العماره. يعني انا وبيت عندنا انا وجيراننا اللي تحتينا، وميدو طبعا على طول بتجدد وبتعمل برضو، بس عندها تحت، فممكن نخليها برضو تبيض لنا الحته اللي فوق دي. فان شاء الله كده روتين النهارده يعجبكم، او فيديو النهارده يعجبكم. مستنيه اللايك، مستنيه الكومنت بتاعك عشان تشجعوني نصور وننزل لكم الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها معايا. بس كده، وده مدخل العماره، وادي العماره اللي رحت شفتها. يلا فيديوهات جديده، نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.